أعظم أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قال الصحابة: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع بذلك بشيء. ماذا أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكثر في هذه الأيام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. فرطب لسانك بكثرة ذكر الله، وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.